ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده يا جدعان احنا هنشرح مع بعض ازاي تشحن العرض اللي نازل جديد. بس قبل ما نبدأ يا جدعان ما ننساش نصلي على النبي كده في التعليقات ونعمل لايك، عشان ان شاء الله هنعمل جوائز كده ونختار 5 نشحنهم. المهم الناس اللي عايزة تشحن لنفسها فده احسن شرح، وافهمك ايه هو العرض دوت وازاي تشحنه كمان. انت كل اللي عليك هتعمل فيزا. الفيزا اللي انت بتعملها يا اما هتعملها ب65 يا اما هتعملها ب70. بس الاضمن لو ما شحنتش معاك ب65 اعملها ب70 وريح دماغك عشان تشحن معاك على طول. انت بتعملها ب70 فده بيكون افضل ليك واحسن ليك عشان ما يعلقش معاك ويقول لك تم رفض جهة الشحن والكلام ده كله. فب70 بالنسبة لك هتكون احسن. فطبعا الشاشة هتبقى سودا عشان الحماية، والحماية ديت ما ينفعش تتصور خالص. المهم هي كده الفيزا طلعت قدامكم وانا هضيف الفيزا عادي ومفيش اي مشكلة. بس في مشكلة يا جدعان، المشكلة اللي بتواجه كل واحد يا جدعان لما بخلي حد يشحله. لما بتخلي حد يشحلك 90% يا جدعان الموضوع ده بيحصل ان ممكن حسابه يتربط عند حساب حد تاني خالص. ازاي؟ مش عارف، شغل مجانين من ساعة التحديث الاخير. حصلت معايا مرة واتنين وتلاتة، وبرضك المشكلة ديت لحد دلوقتي ما اتحلتش، عشان كده بطلت اشحن لاي حد. المهم يا جدعان احنا بعد ما تم عملية الدفع كله عايزين نشحن صلاح. نفتح صلاح مش هيتشحن، احنا كده احنا شحنا. بس ايه هو الاستفادة؟ بعد ما شحنا ب70 جنيه بناخد ايه؟ بناخد 500 فيفا و150 ألف قطعة ايه؟ قطعة دهب. المهم بتاخد كل يوم يوميا 300، والإجمالي هتاخد حوالي 2300. 300 فيفا كل يوم والإجمالي هتاخد 2300. بكام ده كله؟ كل دوت بحوالي 70 جنيه. فدوت أوفر ليك بكتير وسعره رخيص جدا. فالعرض دوت ما تفوتوش، من أحسن العروضات. شحنا العرض طبعا، انت هتستنى بكرة او بعده روح فاتحين بتصريح صلاح بقى. هتروح تجيب صلاح، فدي اسهل طريقة عشان تجيب صلاح. فانت زي ما انت شايف دوت بيتفتح ب1000، واحنا معانا 500. هنستنى بكرة وبعده نروح فاتحين على طول. فده احسن طريقة انك انت تروح تجيب صلاح. وما تنسوش اللايك يا جدعان، ونصلي على النبي في التعليقات كده، ونوصل على قد ما نقدر تعليقات صلاة على النبي. 1000 تعليق كده لو قدرنا نوصل، ما قدرناش خلاص. ونشوفكم على خير يا جدعان.